السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة أمودو. سابينتو مدرب الرجاء الذي نجا من حبل الإقالة بسبب نتيجة الديربي البيضاوي يتلقى دفعة معنوية قبل مواجهة الحسنية. يعني شنو الخبر السار اللي تلقاه سابينتو؟ هذا ما سنعرفه في هذا الفيديو، ولكن قبل ما نبداو متابعينا الكرام، صلوا وسلموا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يحل فريق الرجاء البيضاوي ضيفا على نظيره حسنية أكادير يوم الأحد المقبل على الساعة 4 بالملعب البلدي بمدينة برشيد لحساب الجولة 12 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم. ومن المنتظر أن تعزز صفوف فريق الرجاء الرياضي في مواجهة الفريق الأكاديري بخدمات لاعب مميز بعد تعافيه من الإصابة. وهذا هو الخبر السار الذي تلقاه سابينتو قبل مواجهة غزالة سوس. ويترقب أن يعود الدولي الموريتاني محسن بادح إلى أجواء الثباري رفقة النسور الخضر في مواجهة يوم الأحد المقبل. وكان اللاعب الموريتاني قد تعرض للإصابة على مستوى الكاحل في مواجهة الوداد البيضاوي في الديربي البيضاوي ضمن الجولة 11 من الدوري الاحترافي. وغاب اللاعب الموريتاني عن تدريب الفريق الأخضر ومواجهة الجيش الملكي برسم الجولة الأولى من دور المجموعات لدور أبطال إفريقيا. ويشار إلى أن فريق الرجاء البيضاوي سيحل ضيفا على حسنية أكادير برسم الجولة 12 من الدوري الاحترافي يوم الأحد المقبل على الساعة 4 بالملعب البلدي ببرشيد. ويذكر أن جمهور فريق حسنية أكادير فقط من سيحضر هذه المباراة بالملعب البلدي ببرشيد، إذ تقرر منع جمهور فريق الرجاء الرياضي من الحضور.